يا أهلا بيكم. في تحليل النهاردة هنتكلم في موضوع غريب شوية ومحير. إزاي لغة برمجة مشهورة بإنها بطيئة قدرت تسيطر على أسرع وأهم مجال تكنولوجي دلوقتي وهو الذكاء الاصطناعي؟ يعني إزاي لغة برمجة الكل تقريبا عارف إنها بطيئة زي بايثون فجأة تبقى هي المحرك الأساسي للذكاء الاصطناعي، أسرع مجال تقني بيتطور في العالم حاليا؟ الموضوع فعلا يخلي أي حد يسأل إيه القصة. السر بقى إن بايثون أصلاً مش هي البطل الحقيقي في الحكاية دي. تعالوا بقى نكشف القصة الكاملة ونشوف مين اللي بيعمل الشغل كله ورا الكواليس. طيب إيه هو السلاح السري ده؟ يعني إيه اللي خلى بايثون تنجح بالمنظر ده رغم إنها بطيئة؟ القوة الحقيقية مش في سرعتها هي. الفكرة كلها أو الكلمة السحرية هنا هي إن بايثون في عالم الذكاء الاصطناعي بتشتغل كواجهة، أو زي ما بنقول wrapper. يعني إيه الكلام ده؟ ببساطة هي طبقة سهلة وبسيطة فوق أكواد تانية جبارة وسريعة جدا مكتوبة تحتها. وهنا بقى بيجي دور الأبطال الحقيقيين اللي بيشيلوا الليلة كلها. بنتكلم عن مكتبات زي TensorFlow وPyTorch وNumPy. دول هم اللي بيعملوا كل الحسابات الرياضية المعقدة جدا. والحتة المهمة قوي بقى إنهم أصلاً مكتوبين بلغات صاروخية في السرعة زي السي والسي بلس بلس وكودا. والتشبيه ده بيلخص كل حاجة. بايثون عاملة زي الريموت كنترول. الريموت سهل وبسيط، بندوس على أزرار، لكن القوة الحقيقية مش في الريموت، القوة في الجهاز اللي بيستقبل الأوامر دي. هنا بايثون بتدي أوامر للمكتبات السريعة دي اللي بدورها بتشغل القوة الجبارة بتاعت كروت الشاشة. طيب جميل، بس إيه اللي بيخلي المكتبات دي بالسرعة الرهيبة دي؟ ده بقى اللي هيودينا للمقارنة المهمة بين وحوش السرعة السي بي يو والجي بي يو. بصوا، السي بي يو اللي هو المعالج العادي في أي جهاز ده مصمم إنه يعمل مهام متنوعة ومعقدة. عشان كده في عدد قليل من الأنوية، بس كل نواة فيهم قوية جدا وتقدر تفكر وتعمل كذا حاجة. أما الجي بي يو أو كارت الشاشة ده قصة تانية خالص، ده أصله كان للجرافيكس وعنده آلاف الأنوية الصغيرة. كل نواة فيهم معمولة عشان تعمل مهمة واحدة بسيطة بس تعملها آلاف المرات في نفس الثانية. عشان نفهمها أكتر، تخيلوا إن السي بي يو ده عامل زي موظف واحد عبقري. لو اديته مهمة معقدة محتاجة تركيز وخطوات هيعملها بامتياز. لكن الجي بي يو ده بقى عامل زي مصنع فيه 7000 عامل واقفين على خط إنتاج. لو اديتهم مهمة واحدة بسيطة زي مثلا إن كل واحد يركب مسمار، هيخلصوا ملايين المسامير في نفس اللحظة. كل واحد بيعمل نفس الحاجة البسيطة بالتوازي. يعني عشان نحط الموضوع في أرقام، ال CPU العادي ممكن يكون فيه كام نواة؟ خلينا نقول 8 أنوية مثلا. طيب والجي بي يو الحديث اللي بيستخدم في الذكاء الاصطناعي بنتكلم في أكتر من 7000 نواة. الرقم لوحده يخض، الفرق مرعب. وهنا بقى مربط الفرس. تدريب موديلات الذكاء الاصطناعي ده عبارة عن إيه؟ مليارات العمليات الحسابية المتكررة زي ضرب المصفوفات. ودي بالظبط الشغلانة المثالية لمصنع العمال اللي اسمه جي بي يو. تمام، كده فهمنا إن السرعة جاية من الجي بي يو والمكتبات اللي بتشغله. بس نرجع للسؤال الأصلي، ليه بايثون؟ اشمعنى هي اللي بقت الريموت كنترول ده؟ ليه مش أي لغة تانية؟ لو رجعنا بالزمن لورا شوية هنلاقي إن القصة بدأت في الجامعات ومراكز الأبحاث في التسعينات. وقتها الباحثين كانوا بيستخدموا برنامج اسمه ماتلاب. مع بداية الألفينات بدأوا واحدة واحدة يروحوا البايثون، والسبب بسيطة جدا ومفتوحة المصدر ومجانية. في نفس الوقت ده بالظبط لغة زي جافا سكريبت كانت ملكة الويب، بس محدش كان بيشوفها خالص كلغة تنفع للحسابات العلمية التقيلة دي. وهنا بنشوف المسارين اختلفوا ازاي. بايثون بنت حواليها نظام بيئي كامل من المكتبات المخصصة للأبحاث والبيانات، في حين إن جافا سكريبت بنت نظامها البيئي حوالين تطبيقات الويب. كل واحد فيهم راح في سكة مختلفة تماما. طيب ليه مش لغات سريعة زي سي بلس بلس أصلاً المكتبات مكتوبة بيها؟ الإجابة بسيطة، سي بلس بلس سريعة بس صعبة جدا في الكتابة وبتاخد وقت طويل، وده مش عملي خالص للباحث اللي عايز يجرب فكرة بسرعة. طب وجافا برضه لغة قوية وسريعة، بس خلاص القطر كان فات والمجتمع العلمي كله كان اتفق على سهولة بايثون. سهولة بايثون خلت الباحث يركز في فكرته والخوارزمية بتاعته بدل ما يركز في تفاصيل اللغة المعقدة. يبقى كده نقدر نلخص القصة كلها في اللي هنسميه معادلة نجاح بايثون. السلسلة بتمشي كالتالي، ركزوا معايا. رقم 1، الباحث بيكتب كود سهل وبسيط بلغة بايثون. 2، بايثون بتكلم مكتبة من العمالقة زي بايتورتش. 3، المكتبة دي بتاخد الأمر البسيط ده وتترجمه لأوامر معقدة وسريعة جدا بسي بلس بلس وكودا. 4،
أوامر كودة دي بتروح تكلم آلاف الأنوية اللي جوه الجي بي يو، وخامساً وأخيراً الجي بي يو بينفذ المليارات من الحسابات دي كلها في نفس اللحظة. فالخلطة السحرية للنجاح هي تركيبة من 3 حاجات: بايثون، ودي اللي بتدينا السهولة وسرعة الإنجاز، وعندنا سي بلس بلس وكودا، ودول اللي بيدونا السرعة الخام ووقت التنفيذ، وفي الآخر عندنا الجي بي يو، وده اللي بيدينا القوة الموازية الجبارة. والتركيبة العبقرية دي بتقدم أحسن حاجة من كل عالم: سرعة التطوير والكتابة بتاعت لغة سهلة، وفي نفس الوقت سرعة التنفيذ الخرافية بتاعت أقوى هاردوير موجود. بس السؤال اللي بيفضل، إيه اللي جاي بعد كده؟ دلوقتي بدأنا نشوف نماذج ذكاء اصطناعي بتشتغل على المتصفح مباشرة بتقنية اسمها ويب جي بي يو. فهل ده معناه إن الريموت كنترول نفسه ممكن يتنقل من الخوادم للواجهة الأمامية عند المستخدم؟ ده سؤال بيخلينا نفكر في شكل المستقبل ممكن يبقى عامل إزاي.